تخيل لو شخص ما يقدرش يقفل شفايفه زي نعمل كده، هيعمل ايه؟ شفايفه ما تقفلش، تخيل انتاج الاصوات هيبقى عامل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكربات. النهارده موعدنا مع المحاضره الثانيه من كورس التخاطب المجاني اللي وعدت حضراتكم بيه. اللي ما شافش المحاضره الاولى هي البيزك او الاساس، وهنكمل النهارده عليها. هسيب لكم الرابط بتاعها او هيظهر كده اسم المحاضرة فوق، تقدروا تشوفوها. اما لو انت شفتها فالنهاردة موعدنا مع الجزء الثاني او استكمال ما تم بدءه في المحاضرة السابقة. تحمسوا، اعملوا الشاي، اعملوا القهوة، ويلا نبتدي الحلقة الثانية. يلا بينا نركز مع بعض بقى عشان هنخش في المعمعة اكتر وتفاصيل اكتر هتهمكم جدا جدا جدا. المهم، لو فاكرين في المرة السابقة اتكلمنا عن التخاطب ويعني ايه تخاطب، واتكلمنا عن النطق والصوت واللغة والكلام، وفرقنا ما بينهم بأمثلة وبالتفصيل. طيب، عشان تحصل كل العمليات السابقة اللي احنا اتكلمنا عنها بتفاصيلها الكاملة، محتاجين أدوات تتيح لنا الشغل ده. يعني محتاجين بعض الأجهزة والأعضاء التي توجد داخل الأجهزة عشان من خلالها أقدر أتكلم وأقدر أنطق وأقدر أطلع أصوات، وبالتالي يبقى عندي كمان قدرة إن أنا أتواصل مع الناس ويبقى في تخاطب. إذا ما كانش عندي هذه الأدوات أو هذه الأعضاء بالأجهزة، مش هيبقى عندي عمليات اللغة أو الكلام كلها. طب إيه هي بقى العمليات أو إيه هي الأعضاء والأجهزة أو الأجهزة اللي داخلها أعضاء مسؤولة عن عمليات النطق والكلام واللغة؟ أول حاجة معانا جهاز التنفسي. خلي بالكم احنا دلوقتي هنشرح شوية شغل فسيولوجي او بنتكلم عن اعضاء بعينها. اول جهاز معانا زي ما قلت هو الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي جواه مجموعة من الاعضاء، بس خلينا نتكلم عن الجهاز التنفسي الاول شوية. الجهاز التنفسي المقصود به الجهاز المسؤول عن عملية ادخال واخراج الهواء او الاكسجين او الشهيق والزفير. طيب، لو سألت اي حد او اي حد له علاقة بالطب هيقولك ان ده الحاجة الاساسية اللي بتوزع او بتاخد الاكسجين او بتحمل الاكسجين او بتسحب وبتطرد ثاني اكسيد الكربون، وليها تفاصيل كتيرة جدا. لكن اللي يهمنا هنا ان الاكسجين او الهواء او عملية الاخراج بتاعة الهواء او الزفير هي المرحلة اللي بنستخدمها في اهتزاز الاحبال الصوتية. يعني الجهاز بتاع التنفسي او الرئتين وقت خروج الزفير، خدت النفس بخرج الزفير، او هنا الهواء بيبدأ يطلع على الاحبال الصوتية على الجهاز الصوتي، وهنتكلم عن الجهاز الصوتي دلوقتي. الاحبال الصوتية نفسها بتبدأ تهتز. ايه اللي يخلي الاحبال الصوتية تتهز غير هواء؟ يبقى نقدر نقول ان الجهاز التنفسي او الرئتين او الهواء هو الباور، هو الطاقة الكلامية، هو المحرك الاساسي لتحريك الاحبال الصوتية، وبدورها الاحبال الصوتية بتنتج الصوت الخام. نقدر نقول بشكل قطعي ان سلامة الجهاز التنفسي تؤدي بالضرورة لسلامة انتاج وتحريك الاحبال الصوتية. فاذا الاشخاص اللي عندهم قصور او مشاكل في الجهاز التنفسي قطعا هيبقى عندهم قصور ومشاكل ايضا في استمرارية الجملة والكلام والنطق وتحريك الأحبال الصوتية بكفاءة. طيب، الجهاز التنفسي نفسه ايه اللي بيتكون منه او جواه ايه؟ طبعا الجهاز الصدري او الصدر نفسه بيحتوي على مجموعة من الضلوع، والضلوع دي بتحتوي على مجموعة من الحاجات، اهمها طبعا الرئتين والحواصلات الهوائية. اكتر حاجة تهمني. طيب، ممكن شخص يبقى عنده إصابة واضحة وبالغة في الرئتين تؤثر عليه في الكلام، عادة بتأثر في الطلاقة الكلامية، وممكن تأثر أيضا في مشاكل الصوت، لأن كمية الهواء المنتجة يا إما تطلع بكثافة أو بغزارة أو هتطلع بشكل قليل، وبالتالي بتأثر على جودة إنتاج الصوت، وبالتالي برضو جودة أو طول الجملة والكلمة. عندنا شكلين للتنفس. الشكل الأولاني أو الشكل الأساسي هو التنفس الصدري أو التنفس الترقوي، والتنفس ده بيكون من الجهاز التنفسي العلوي، ومش بالضرورة يكون الهواء داخل البطن. أما النوع الثاني هو التنفس البطني، والتنفس البطني يقال علميا أنه بيكون أكثر في الذكور وأسهل شوية في ناحية الذكور من الإناث. يعني نسبة وجود التنفس البطني
في الذكور اكثر منها من الاناث. يعني عاده الذكر او عاده اللي بيستخدم التنفس البطني بيستخدم البطن او بيملاها بالهواء، وبالتالي بيبقى قدرته اكتر على استخدام جمل اطول وقوه، وبالتالي النفس بيبقى دفعته احلى على الجهاز الصوتي والاحبال الصوتيه، وبالتالي تقدر تواصل جمل طويله وتقدر تتحكم فيها بشكل افضل. بعد ما الجهاز التنفسي بيقوم بدوره وتبدا الرئتين تتحرك ويبدا اخراج الزفير وتبدا عمليه الشهيق والزفير والهواء، في اثناء خروج الهواء الى الخارج بتتحرك الاحبال الصوتيه. هنا هننتقل الى الجزء الثاني وهو الجهاز الاخر او الجهاز الثاني معانا او الجهاز الثاني معانا وهو الجهاز الصوتي. الجهاز الصوتي هو الجهاز المنتج للصوت الخام. يعني بعد ما الهواء يتحرك من الجهاز التنفسي يبدأ يتحرك ينتقل إلى الأحبال الصوتية، الأحبال الصوتية تبدأ تتحرك بدورها. الجهاز الصوتي هو عبارة عن الجزء الأساسي لإنتاج الصوت الخام، الصوت الحنجري الخام. الجهاز الصوتي بيتكون من الحنجرة. الحنجرة بتحتوي على الأحبال الصوتية، والأحبال الصوتية ومعها الثنايا الصوتية أو العضلات المتحكمة أو العضلات اللي حوالين الثنايا الصوتية اللي بدورها بتتداخل في تحريك والتحكم في الثنايا الصوتية أو الأحبال الصوتية. بيقال على الأحبال الصوتية ثنايا صوتية، أوتار صوتية، كلها حاجة واحدة أو مسميات لحاجة واحدة، وهو عبارة عن وترين أو شراعين بيتحركوا مع بعض شبه الأوتار بتاعت مثلا أي آلة موسيقية. هو الطبيعي ان الالات الموسيقيه اصلا متاخده من الجسم بتاع الانسان، سبحان الله. يبقى بشكل عام نقدر نقول ان الجهاز الصوتي اهم حاجه فيه هو الاحبال الصوتيه، لكن مفيش شك ان الحنجره نفسها او الجزء الاساسي اللي بيبقى خارج اطار الاحبال الصوتيه بيحمي الاحبال الصوتيه وبيحمي التحكم في القدرات بتاعتهم. فاذا كانت العضلات مش موجوده او الحنجره نفسها فيها لين او فيها مشاكل اخرى، قطعا هيكون في مشاكل في انتاج الاصوات والاحبال الصوتيه. عشان كده لما حد بيصاب في الاحبال الصوتيه بحبيبات او بقبلز او اي مشاكل اخرى بتصيب الاحبال الصوتيه او ارهاق او تدلي او مشاكل اخرى بتخلي الشخص ما عندوش مقدرة كاملة انه يقول او يتحكم او يقول بصوت قوي، فبالتالي بيكون عنده بحة صوتية، بيكون صوته فيه مشاكل. هنراجع سريعا كده على الجهاز الصوتي. هنلاقي معانا الحنجرة بتحتوي على الأحبال الصوتية بالعضلات والثنايا الصوتية ولسان المزمار. طبعا معانا فتحة البلعوم والمسار الهوائي بعد إنتاج الصوت الخام من الأحبال الصوتية بيبدأ يرتفع لأعلى إلى أن يصل للجهاز الآخر وهو جهاز النطق والكلام. بعد خروج الصوت من الحنجرة وبعدين بيعدي في البلعوم وبعدين بيطلع بقى فوق عند أعضاء النطق. بنلاقي معانا الشفتين، بنلاقي معانا الأسنان، بنلاقي معانا اللثة، بنلاقي معانا اللسان، بنلاقي معانا سقف الحنك سواء سقف الحنك الصلب أو سقف الحنك الرخو، بنلاقي معانا الفكين، بنلاقي معانا التجويف الأنفي. والتجويف الأنفي ده عبارة عن أداة أو آلة مضخمة ومفخمة للصوت وبتتداخل او بتوزع الهواء داخل الانف بالفم. تعالوا نشوف كل عضو لوحده. اول عضو معانا هو العضو المقابل للجزء بتاع البلعوم الفمي او الفموي وهو الحلق. الحلق هنا المقصود به الذي يبدأ من نهاية الفم حتى بداية البلعوم، او من بداية البلعوم او الحنجرة خلاص هنا لحد الفم، لحد بداية الفم. يعني التجويف ده هو الجزء الأساسي في إخراج أصوات كتير وبتتداخل في أصوات كتير، خاصة الأصوات الحلقية زي صوت مثلا الحاء أو الها، وأصوات تانية زي العين والخاء. يعني له دور أساسي، وأيضا بيساعد في فكرة الإصدار بتاع الأصوات، سواء في تفخيم الأصوات، في التحكم في الهواء داخل الفم. ده يربطنا على طول بحاجة تانية بعده على طول وهو سقف الحنك. سقف الحنك أو سقف الفم بيتكون من جزئين، الجزء الأولاني سقف الحنك الصلب الهارد، والجزء الثاني السوفت. الهارد ده هو الجزء ده لو رفعنا لساننا لفوق وحطينا صباعنا هنا كده هنلاقي فيه جزء صلب بعد الفك العلوي مباشرة. الجزء الصلب ده بيتكون من
جزء مقعر في المنتصف، وشق ايمن وشق ايسر داخلين لجوه شويه، اللي بينهم دي منطقه مقعره او بارزه. كلكم دلوقتي جربوا تحطوا صباعكم او تجربوا بلسانكم، هتحسوا بالجزء ده، والجزء ده املس صلب. يعني ما نقدرش نقول ان هو متحرك، هو ما بيتحركش تماما. اما الجزء اللي بعده على طول لو دخلنا لجوه شويه قبل الحلق، وهو السوفت بليت او السوفت، الجزء اللي هو سقف الحنك الرخو. سقف الحنك الرخو مهمته الاساسيه هو الحركه، وبيتدخل في اصوات كتيره جدا، لكن هو جزء مسامي مخاطي، يجب ان يكون مرطب دائما، مغطى بالغشاء المخاطي، بيتحرك وبينتهي معانا باللهاء، ويتدخل في اصوات زي القاف والكاف وبعض الاصوات الاخرى زي الجيم وخلافه. خلينا نتكلم شويه بالتفصيل عن الموضوع ده. خليكم فاهمين ان اذا كان هناك مشكله عضويه موجوده في سقف الحنك الرخو او الصلب، قطعا هتؤثر على النطق، وبتأثر بشكل قطعي على مشاكل زي الخنف او انتاج الاصوات الانفيه. يعني بتلاقي شخص عنده مشاكل لا قدر الله زي فتحات سقف الحنك او الثقوب او الشقوق او الشفه الارنبيه. الشفة الأرنبية بتكون مشكلة، عادة مشكلة خلقية أو مشكلة جينية، الطفل بيتولد فيها أو بيتولد بيها بشفة أرنبية، وبيكون أحيانا مصاحب له شقوق في سقف الحنك سواء الصلب أو الرخو أو الاتنين. وممكن ما يكونش فيه شفة أرنبية لكن فيه ثقوب. الثقوب دي بتخلي الهواء أثناء إصدار الأصوات بيطلع إلى الأنف. يعني لما الأصوات الطبيعية اللي بتصدر من الأنف زي الميم مثلا أو النون. اما لو في اصوات اخرى تم اصدارها من الانف هتبقى اصوات فيها خنف، وبالتالي الشخص بيكون عنده مشكله كبيره جدا. طيب عاده المشاكل دي بتتحل بالتدخل الجراحي والتاهيل بتاع التخاطب والجلسات لفتره زمنيه، حتى يتم تاهيل الشخص انه يتكلم بطلاقه، ويتم تحويل المسار بتاع الهواء من الانف للفم مره اخرى. هنلاقي معانا برضو من الاعضاء المهمه اللثه. اللثه لو سالت اي دكتور اسنان هيقول لك ان اللثه دي هي المثبت الاساسي للاسنان وليها شكل تجميلي. اما هنا بالنسبه لنا فاحنا هي عباره عن شكل مزجزج او شكل غير مستقيم بالمره. يعني هنلاقي فيه تعرجات لو مشينا صباعنا على اللثه، فبالتالي التعرجات دي بتوزع الهواء وبتخلي الاصوات تتحرك في اتجاهات بشكل او ميكانيزم رباني. سلامة اللثة من سلامة النطق. الأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة في اللثة بتسبب لهم زيادة في إنتاج اللعاب أو الغدد اللعابية، بتفرز مية أكتر، ووجود المية أو الغدد اللعابية بشكل كبير أو مية كتير داخل الفم بتخلي الشخص نطقه مش مظبوط خالص. تخيل بقك مليان بمية وانت بتتكلم. واللثه لو فيها مشكله لا قدر الله انت ما بتعرفش تتكلم وما بتطقش تلمسها. هنلاقي معانا كمان عضو اخر وهو الفكين، وبيتكون الفكين او الفكين بيتكونوا من فك علوي وفك سفلي. الفك السفلي هو الفك المتحرك، اما الفك العلوي فهو الفك الثابت. الفك الثابت وظيفتهم ايه؟ الفكين عباره عن جزئين او عظمتين او موجودين في عظام الجمجمه، ووظيفتهم فتح وغلق الفم، وبالتالي التحكم في الاصوات. يعني في اصوات انا بحتاج ان انا افتح بقي فيها قوي، في اصوات ما بحتاجش ان انا افتح بقي فيها. ففي كل الاحوال الفكين وظيفتهم ان هم يتحكموا في كبر وصغر الفتحات الفمويه تبعا لانتاج الاصوات. هنلاقي معانا برضو الاسنان. الاسنان من الحاجات المهمة جدا اللي بتتداخل فيها انتاج الاصوات، عشان كده بنلاقي في اصوات بتتشوه لمجرد مشاكل الاسنان، زي صوت السين. زي الصوت السين من الاصوات الشهيرة اللي ممكن يحصل مشاكل فيها بسبب عدم وجود الاسنان الامامية، او مشاكل في الفكين، او بروز الاسنان الى الامام، او بما يسمى الضب. يعني بشكل عام الأسنان سواء الضروس أو الأسنان أو الأنياب أو القواطع أيا كان، الأسنان كلها نقدر نقول إن هي لو فيها مشاكل مهم جدا فحصها والتأكد من عدم وجود فيها مشاكل، لأن وجود فيها مشاكل سواء التهابات سواء تسوس أو عدم وجود أسنان أو بروز في الفكين أو بروز في الأسنان أو بشكل عام أي مشكلة بتخص الأسنان، لازم نبقى متأكدين إن هي ممكن تأثر على نطق الأصوات، خاصة الأصوات اللي تتداخل فيها الأسنان. بنلاقي عضو معانا كمان
وهو العضو الأساسي المهم جدا جدا جدا، وهو اللسان. اللسان من أهم الأعضاء. اللسان ده هو الماستر بتاع كل حاجة، المايسترو اللي قاعد في منتصف الفم وبيقول لكم سلام عليكم، أنا أهم عضو هنا، مفيش حاجة هتعدي إلا لما أتداخل فيها. اللسان بيوزع الهواء، بيتحرك فوق، بيتحرك يمين، بيتحرك يسار. أنا موجود عشان أعمل كل حاجة وأحط بصمتي على كل حاجة. هنلاقي اللسان نفسه بيتكون من رأس اللسان وطرف اللسان ومنتصف اللسان أو وسط اللسان وأقصى اللسان والجذور، وأيضا معانا جانبات اللسان أو الجانب الأيمن والأيسر وأسفل اللسان. كل جزء من اللسان نقدر نقول ان هو بيتداخل في انتاج اصوات معينه. يعني مثلا طرف اللسان بنلاقيه بيتداخل في صوت زي صوت التاء، تاء، والدال. هنلاقي بعد كده طرف برضو اللسان لو طلعناه لبره شويه ثاء، هيطلع معانا صوت الثاء. صوت الجيم من وسط اللسان، وفي اصوات بتبقى ابعد من كده او اقرب من كده. في اصوات بتحتاج رفرفه او قوه او ارتفاع للسان زي صوت الراء. فبرضو اللسان لازم يكون كويس سليم، يعني ما يكونش فيه رابط. وده هينقلنا للجزء اللي بعد كده على طول، وهي مشاكل التي تخص اللسان، مشاكل عضويه. اول مشكله بتظهر معانا وهي لجام اللسان او رابط اللسان. اللسان الملجم او اللسان المربوط من الاسفل هو عباره عن مشكله بتظهر مع الاطفال المولوده، وعاده بتكون عيوب خلقيه الطفل مولود بها. بيبقى عباره عن ان اللسان مربوط من تحت الى داخل الفك السفلي، بيخلي اللسان ما يتحركش بشكل كويس، وبالتالي بيأثر على الأصوات مش بيأثر على اللغة. فتلاقي الطفل بيتكلم معاك لكن نطقه لبعض الأصوات، خاصة الأصوات اللي فيها تكرارية أو فيها حركة كبيرة للسان زي صوت الراء، زي صوت اللام. الأصوات دي بتتداخل جدا في إنتاجها اللسان، وبتحتاج قوة وطلاقة في اللسان. فاللسان لو ما بيتحركش لأعلى بالتحديد أو الجزء ده طبعا هيأثر. وبالتالي هنا لازم يحصل تدخل سواء بالجراحة، وجراحة اللسان الموضوع بسيط، بتبقى جراحة يوم واحد والموضوع بسيط جدا، وبعدها الطفل بيتم تأهيله وتدريبه. وكل ما العملية دي تتعمل بدري كل ما الطفل مش هيتحط أصلا في فكرة إنه يخش في تأهيل تخاطب، لأن هو ساعتها أصلا هيبقى كويس لأنه ابتدى حياته ولسانه سليم. الاهل ما استنوش لحد ما الرابط ده بقى الطفل عنده 3 4 سنين وبدا يتعود على وجوده. ممكن نلاقي عيوب خلقيه اخرى زي اللسان الملفوف او اللسان المقلوب، او اللي فيه لسان جغرافي، او اللسان اللي مليان شقوق او التهابات مزمنه. يعني اي مشكله في اللسان بالتحديد بتؤثر بشكل قطعي على نطق الاصوات، فلازم نخلي بالنا واحنا بنفحص او بنشوف الاطفال. لو في طفل عنده مشكله في اللسان لازم نفحصها بشكل كويس ونتاكد من سلامه وجوده اللسان، واذا حسينا ان في مشكله مفيش مشكله ان احنا نوجهه للطبيب المختص. بنلاقي عضو تاني معانا وهو الشفتان. الشفتان هو الجزء اللي في بدايه الفم، وهو جزء عضلي، وهو عباره عن جزء سفلي موجود في الفك السفلي وجزء اخر، وكل جزء منهم يعني بيتحركوا بتناغم مع بعض بحيث انهم الاتنين مع بعض يطبقوا او يقفلوا على خروج وانتاج الهواء. يعني ممكن الشفايف تقفل في صوت زي صوت الباء با، او تمتد في صوت زي صوت الس او فا. يعني بشكل عام التحكم فيها بيساعد في انتاج الاصوات. تخيل لو شخص ما يقدرش يقفل شفايفه زي نعمل كده، هيعمل ايه؟ شفايفه ما تقفلش، تخيل انتاج الاصوات هيبقى عامل ازاي. فالقوة العضلية وقوة الشفايف والتحكم فيها كويس جدا، وعدم التحكم فيها والمشاكل اللي فيها طبعا بتأثر على النطق. تخيل شخص عنده بروز في الفكين قوي جدا 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 لدرجة ان الشفتين ما بتقفلش على بعضهم، هيجي ينطق الاصوات الشفوية زي با ما، هيعملها ازاي؟ هو في بروز الشفايف مش هتطابق، طبعا هينطقها لكن بصوت غريب او بصوت غير طبيعي. عشان كده لو في بروز في الفكين، لو في مشاكل في الشفتين زي الشفة الأرنبية اللي اتكلمنا عنها من شوية، العيوب الخلقية اللي بتظهر في الشفايف سواء الشفايف المفلطحة أو الشفايف المشقوقة أو الشفايف أو اللي قدر الله يحصل فيها مشاكل أو حوادث. يعني طول ما الشفايف سليمة نقدر نقول
ان الشخص يقدر يتحكم في اصواته، خاصة الاصوات الشفوية بشكل كويس وقوي جدا، ولو في مشاكل عضوية بتحتاج تدخل طبي وجراحي. اذا وصلت الجزء ده فاعرف انك ماشي على الطريق الصحيح. ان شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم عن حاجات اهم بكتير، واهمها عشان تفضلوا متحمسين ومستنيين الحلقة هنتكلم عن تدريبات الجهاز الكلامي، او هنتكلم عن تدريبات اعضاء النطق. اللي مستني الحلقة يسيب لي في التعليقات ويقول لي رأيه في حلقة النهاردة، ولو عندكم اي استفسارات يخص المحتوى بتاع حلقة النهاردة او الحلقة السابقة ما تترددوش تسيبوه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة يجيلكم اشعار بيها. اشوفكم المرة القادمة على خير، اقعدوا بالعافية. سلام.